رجع تاني بعد ما قالوا خلاص راحت عليه. ها هو شات جي بي تي 4 كله قالها في نفس واحد: لف وارجع تاني يا روحي. بعد ما أطلقوا شات جي بي تي 5 وقالوا عليه أذكى وأسرع، الناس فتحت البرنامج بصت حواليها وقالت: فين حبيبي القديم؟ الواحد كان بيقعد مع شات جي بي تي 4 يضحك ويحكي معاه، تحسه انه صاحبك. فجأة لقيت الشات الجديد بيكلمني زي موظف خدمة العملاء. الناس قلبت الدنيا على ريدت. واحد كتب وقال: لقد رحل صديقي الذكاء الاصطناعي وأنا بكيت. وواحد تاني قال: رجعوا لي البرجر القديم قبل ما ارجع آكل في المحشي. سام التمان نفسه طلع وقال: احنا قللنا من شوية حاجات كنتوا بتحبوها في شات جي بي تي 4 وقررنا نرجعه تاني لفترة محدودة، وعملنا عرض خاص لمدة أسبوع واحد عشان الناس تقدر تدخل تختار نسخة شات جي بي تي 4 من تاني. حكاية الحنين للقديم دي مش حاجة جديدة، نفس اللي بيحصل مع أي حاجة جديدة في حياتنا. شركة تغير المنيو، الناس ترجع تطالب بالفراخ القديمة. مسلسل يغير البطل، الجمهور يعمل مظاهرات. حتى في الحب في ناس بتجرب الجديد وبترجع تقول القديم يحلى. لو لقيت صاحبك الآلي القديم راجع، افتح الشات واشبع منه قبل ما يتاخد منك. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال في بودكاست الترند بيقول ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.